كما نعلم محمد أن الصين وروسيا أعلنتا انتهاء حقبة عالم القطب الواحد وهيمنة العولمة الأمريكية. هذا الإعلان يستدعي بناء بنية لهذا العالم الجديد. نحن نتحدث عن مؤسسات دولية جديدة اقتصادية وسياسية وثقافية تخاطب من خلالها الصين وروسيا والدول التي تسعى للاستقلال شعوب العالم الراغبة في الانفكاك من الفلك الأمريكي بحيث تمضي في طريقها التنموي الخاص. بالتالي تهتم الصين اليوم وروسيا وحلفائهم، نحن نتحدث عن فنزويلا وإيران، بإنتاج مؤسسات ثقافية إلى جانب هذه التشكيلات الاقتصادية والتجارية البديلة التي تم تشكيلها كبديل عن المؤسسات العالمية القديمة التي كانت تخدم واشنطن والإمبراطورية الأمريكية. هذا أولا. ثانيا محمد، يأتي هذا المهرجان إذا شئت أن تقول بنسخة أكثر أصالة ترتبط موضوعيا بمنطقتنا، بمنطقة طريق الحرير، بهذا الإرث الثقافي المشترك الذي يعبر عن هذه المنطقة وطموحاتها. نستطيع أن نلمس هذا التنوع من خلال العدد الكبير من المشاركات الفيلمية. تحدثتم في التقرير عن 1600 فيلم. كل هذا يهدف إلى تفكيك الخطاب السينمائي الأمريكي الذي هيمن لعقود طويلة. نحن نتحدث عن بديل عن الهيمنة العولمية الأمريكية في حقل السينما، عن تحطيم لفكرة أسطورة البطل الأبيض، أيديولوجيا الحلم الأمريكي وتغريب المجتمعات. هذه الدول ذات النزعات السيادية أن تنتج مشروع سينمائي متكامل قد يساهم في تغيير خرائط العالم الذي نشاهده اليوم، لأن السينما سابقا كما أدركت هذه الدول استخدمت لتفكيك مجتمعاتها. يعني مقاربة الجينز استيقظت لها الصين ذاكرا جدا عبر القميص الأزرق الخاص بماو الذي أصبح رمز الشباب الصيني. ذات اليقظة أعتقد بأن الصين تقوم بها اليوم عبر بناء هذه المؤسسات البديلة والبدء بإنتاج مشروع تكاملي مع الدول ذات النزعات الاستقلالية لإنتاج سينما بديلة تمثل مصلحة الشعوب. الهيمنة حتى اللحظة على عالم السينما ووسائل الإعلام في العالم ما تزال أمريكية. نحن نتحدث عن أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي بيد الولايات المتحدة والغرب. ولطالما استخدمت كما ذكرت سابقا محمد السينما لمخاطبة البشرية لتحقيق مصالحها الاقتصادية والعسكرية والأيديولوجية، سواء في حقبة مواجهة الشيوعيين والاتحاد السوفيتي وحركات التحرر، ثم في الحرب على ما سمي بالإرهاب، ولاحقا في فترة وباء كورونا الهجمة الكبيرة على الصين، والآن العودة مجددا لشيطنة الروس. كلنا نذكر ملايين الدولارات لإنتاج أفلام جيمس بوند والآن الملايين التي تدفع لشيطنة الصين وروسيا وتحميلهم مسؤولية الكوارث العالمية والانهيار الاقتصادي والأوبئة. هذا جزء أساسي من أيديولوجيا الرأسمالية في تصوير نهاية التاريخ وصراع الحضارات والنصر النهائي للرجل الغربي الأبيض.